عرفتوا شنو كنا غالطين ملي كنا كنوجدوها بالطريقه العاديه اللي كتدي منا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود. اليوم غنشارك معكم الدجاج، وغير قليل ديال الدجاج ماشي بزاف، بالمذاق ديال الدجاج المحمر. هنا عندي في واحد البول غادي ندير واحد نص كاس تقريبا ديال الماء فيه الزعفران شعره، عندي الثومه محكوكه، السمن الحار، شويه ديال الهريسه، وعندي شويه ديال الماء ديال الحامض المصير، داك العسل اللي تيبقى اللي تيطلق لينا. اللي ما عندهاش تقطع اللب ديالو والقشره ديالو وتزيدو. عندي شويه ديال الربيع ماشي بزاف، غير شويه، ما تكتروش باش ما تكونش لنا المرقه خضراء. صافي غادي ندير العطريه فيها الخرقوم والبزار السكينجبير، شويه ديال المروزيه ماشي بزاف، وشويه ديال التحميره غادي نزيدها في الاخير لاني نسيتها. غادي نشرمل هذاك الدجاج في هذا الماء هذا ولا هاد الشرموله هذه، وحاولت انني نحلها شويه، نفلح هذاك اللحم بشويه باش ندخل ليا فيه العطريه. هنا التحميره اللي نسيت رزتها على حسب اللون. صافي غادي نشرمل هذيك اللحم مزيان في هذا الماء، غنخليه بين ما وجدت البصله اللي غادي نديرها في الطاجين، وغادي نزيد اللحم اللي شرملت ديك الشرموله اللي بقات ليا من الفوق، وغادي نقلي هاد اللحم هذا وهاد الشيء هذا في واحد شويه ديال، يعني على نار مهيله، ماشي ما تجهدوش عليه العافيه، حتى يتقلى وتهبط ديك البصله واحد نص ساعه تقريبا، كيطيب نص طيبه، عاد كتزيدوا زيت الزيتون. من بعد غادي تخليوه يكمل الطياب ديالو حتى كتبقى هاد المرقه قليله ومعلكه. عاد غادي ندهن هذيك اللحم اللي عندي بالزبده اللي عندكم ديال الزبده، وغادي ندخلو للفران حتى يتحمر ليا من الوجه ديالو. عاد غادي نقدمو مع الزيتون والفريت. عرفتوا كيفاش دايره الريحه ديالو بعدا في الدار؟ ما تشبعوش منه. واحد البنه، واحد المذاق، يا سلام. ما تنساونيش من التشجيع ديالكم، ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم.